أمين، نتحدث الآن عن قضية فينيسيوس الذي يصنع الحدث كل أسبوع كل شهر. العنصرية تلاحق فينيسيوس حتى أنه أصبح كلمة فينيسيوس وكلمة عنصرية كلمتان متوازيتان تمشيان جنبا إلى جنب. هذا الأسبوع تعرض اللاعب إلى موقف عنصري من طرف أنصار نادي إشبيليا، لكن هذا لا يجب أن ينسينا أو يلهينا عن المردود الباهت الذي يقدمه اللاعب هذا الموسم. فينيسيوس واحد من أفضل لاعبين الموسم الماضي، يمر بفترة فراغ طالت شيخ. نعم، كي تكون اللاعب في مستوى فراغ، مستوى ولا في مرحلة فراغ يلقى الأسباب، لكن واش شفنا على العنصرية هذه شيء مؤسف جدا، وما نقدرش نعبروا على هذا الشيء هذا، لأن كل من جوا اللاعب يتعرض إلى كلمات عنصرية ولا تصرفات عنصرية، هذا شيء مؤسف. فيما يخص اللاعب، ما راهوش نفس اللاعب اللي كان لسنوات الموسم الفارط. ممكن راهو مخصوص ثقة ولا عنده ثقة في النفس ما راهيش اللي كانت عنده في المواسم الفارطة. هذه من مباراة الموسم الماضي أمام نادي فالنسيا، تلك الواقعة الشهيرة التي تحدثت عنها كل وسائل الإعلام العالمية. فينيسيوس يتعرض للعنصرية، هذه الواقعة ما زالت تلاحقه وتتابعه في كل المباريات، لكن قلت هذا لا يجب أن يغطي على مردود اللاعب الهزيل هذا الموسم. 7 مباريات، هدفين، وصنع أو مرر تمريرة واحدة حاسمة فقط. تنقيطه أقل من 7 في مختلف المواقع، يتحصل على 6، 6.5، 6.8. ما هي الأسباب ميدو؟ أنت صديقك فينيسيوس تحبه كثيرا. تحبه. شوف، لم عندي واحد 10 سنين ولا 15 سنين تبع شامبيونات اسبانيا. نتبع ما شفتش لاعب مستفز كيما على لاعب مستفز أكثر من هذا اللاعب للجماهير. شوف، اللاعبين السمر البشرة بالقرو شامبيونات اسبانيا بالعراق، حتى اكثر من نيمار يستفزك بليدري لما كان في برشلونه. هذا اللاعب لما فازوا على جيرونا ب3 مقابل 0 خارج تغيير. اللاعب ماتشو اعتاد على مهاجم بورتو، لما جاء خارج يتحدث مع انصار جيرونا ديال ما 2 انا رابحينكم ب3. سي نورمال كي راه دي زانسولت راسيست. سي السول جوار اللي علاش مثلا في ريال مدريد شحال من لاعب اسمر البشره، تشواميني، كامافينغا، مندي، رودريغو، علاه غير هو؟ لأنه الأفضل في ريال مدريد، لأنه أكثر لاعب استفزازا للجماهير في الدوري الإسباني. كل الجماهير تركز على اللاعب الأفضل، على نجم الفريق باش تهبط له المعنويات. الجماهير بيلينغهام أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم ما راهش مليح. بيلينغهام اسمح لي نكمل. لا اسمح لي انت. والله غير انت تسمح لي. بيلينغهام أفضل لاعب في ريال مدريد هذا الموسم، مسجل 8 أهداف ومقدم تمريرتين حاسمتين، وكل ما يسجل يروح يفتح دراعته امام انصار الفرق المنافسه في اي ملعب خارج ملعب البرنابيو. لماذا لا يتعرض بيلينغهام للهتافات العنصريه؟ هذا السؤال نطرحه الى بن شابير. قال لك بيلينغهام لاعب اسمراني ولكنه لا يتعرض لاي هتافات لانه لا يستفز جماهير. قال لك في مدريد عندكم كامافينغا، عندكم روديغار، عندكم تشواميني، عندكم فيرلان مندي، ألابا. نعم، روديغار. اولا بيلينغهام ليس اسمر البشره، هو مواتي كما يقولوا نص. نعم. ماشي ثانيا اوروبي وليس لاتيني. نعم. من المعروف منذ القدم انه لاعبو امريكا اللاتينيه يتعرضون للكثير من الهتافات العنصريه حتى لو لم تكن اسمرا، والدليل روبرتو كارلوس وما تعرض له في اسبانيا من اهانات، وفي تركيا ايضا من اهانات عنصريه. ثانيا فينيسيوس لاعب مهاري سريع جدا، يسجل الكثير من الاهداف ويقدم الكثير من التمريرات الحاسمه، ويطلق الكثير من السهام القاتله في صدور المنافسين، لذلك يتعرض للكثير من الاهانات العنصريه. صحيح ان فينيسيوس يملك نفسيه هشه مقارنه بلاعب في اعلى مستوى مع ريال مدريد في الدوري من بين احسن الدوريات في العالم الذي هو الدوري الاسباني، ولكن هذا لا يبرر بتاتا العنصريه التي يتعرض لها فينيسيوس تقريبا في كل مباراه. حتى لاعبو الفرق المنافسه اصبحوا يستهدفون فينيسيوس دون غيره من اللاعبين، سواء باستفزازه سواء بتدخلات خارجه عن نطاق كره القدم. حتى مواطنه في الموسم الماضي، مواطنه الذي يلعب في نادي غابرييل
مدافع نادي جابرييل باوليستا. نعم. يعني في اعتقادك فينيسيوس لاعب لطيف ووديع وجميل والانصار هم الذين يتهجمون عليه. نعم. قلت لكم حتى في الموسم الماضي قلت لك فينيسيوس ما يعاب عليه هو انه سريع الالتهاب، سريع النرفزه وهش نفسيا، خصوصا في تعامله مع جماهير الفرق المنافسه. هش نفسيا يروح يداوي امين. نعم. هناك اخصائيين نفسيين كنت لاقى معاه نقول له. لا هناك اخصائيين نفسيين، ريال مدريد يخصص له اخصائيين حتى ما يتعرش، لانه الان صار تاثر على مستواه، ولما يتاثر فينيسيوس تاثر نتائج ريال مدريد. هدف مقابل هدف. احنا كنا نريد من فينيسيوس ان يكون في القمه ويسجل. نقول له محمد انتم جبتوا فينيسيوس حتى يسجل اهداف وليس حتى يتشاجر مع الجماهير. امير انت مناصب ريال مدريد. نعم. المهم معليش نقول له التفسير تراجع مستوى فينيسيوس هذا الموسم. اولا بدايه فينيسيوس مع ريال مدريد كانت بداية جيدة محمد، عنده 3 أهداف، عنده تمريرة حاسمة في كل منافسات. ثانيا الإصابة هي التي أثرت عليه. ثالثا وهو الأهم بالنسبة إلي، أحسن ما نلناه من فينيسيوس هو بخطة 4-3-3 لما يكون فينيسيوس جناحا على الخط، جناحا أيسر على الخط، ويملك مهاجما يستطيع أن يلعب عليه كمحطة مع بنزيما. نعم. من الصعب جدا محمد من الصعب جدا أنك تجد لاعبا مثل بنزيما، من الصعب جدا أن تعوض بنزيما. تأثر كثيرا، أصبح كاليتيم فينيسيوس بعد رحيل كريم بنزيما لأنه كان يتفاهم كثيرا. أنا كنت أعتقد بأنه وصل أخوه التوأم بيلينغهام، وأنت تقول بأنه يتيم. بيلينغهام ولاعب وسط محمد، لكن يساعده على التألق. يلعب معه في الهجوم بكثرة الأهداف، لا يعيقه بقدر ما يساعده بقدر ما يعيق بيلينغهام. يعيق فينيسيوس قدوم بيلينغهام، لأنه أجبر المدرب على تغيير الخطة إلى خطة 4-4-2. ونزيد لك دليل آخر يا محمد، تراجع مستوى فينيسيوس لم يكن أو تراجع المستوى لم يصب فينيسيوس فقط، من أصاب أيضا؟ رودريغو هو أسوأ السيئين هذا الموسم مع ريال مدريد. من هما فينيسيوس ورودريغو؟ هما لاعبا الجناحين محمد. لما كان بنزيما كان رودريغو متحررا على الجهة اليمنى، لكن عندكم كارفاخال أمين اليسرى. كارفاخال يقدم مستويات الظاهر أيمن محمد، لكن يقدم مستويات. المشكل في كارفاخال هو أنه دائما مواسمه ما يبدأها بقوة، ثم في المنعرج الحقيقي في الموسم يتراجع مستواه لأنه متقدم في السن، كثرة المباريات تأخذ منه الكثير من المجهودات البدنية، لذلك يتراجع في المنعرج الحقيقي بعد شهر فيفري الذي أعتبره المنعرج الحقيقي لأي لاعب ولأي نادي. نعم. كارفاخال واحد من أفضل لاعبين في ريال مدريد في هذه المباراة، والمفارقة أنه أقصر لاعب فوق أرضية الميدان هو الذي سجل هدفا برأسية. قصر القامة لا يمنع اللاعبين من الارتقاء. محمد شوف سامحني شيخة، لما تشوف لاعب مثل كارفاخال يسجل برأسية يعرف أنه دفاع الفريق المنافس ارتكب خطأ فادحا في المراقبة. هدف كارفاخال أولا ذكاء طوني كروس اللي واحد ما كان ينتظر أنه يوضعها في القائم الأول ويجي كارفاخال يونتيسيبي، لانه الكل كان ينتظر انها تروح نحو روديغار ولا الابا دوزيام بوطو. ثانيا ذكاء كارفاخال في التموقع وسذاجه نصيري، لانه نصيري هو اللي كان مكلف بالتغطيه كلاعب حر على القائم الاول. في المخالفه كان هو الجوار اللي يروح يقطع في القائم الاول، ما كانش يستنى في كارفاخال اللي يجي يقطع له الكره، لذلك جاء ذلك هدف التعادل المباشر. تسمح لنا شيخ؟ تفضل. لا هي اللي ديتونت القفز كما احنا عندنا سليماني واللي عنده الكرات الرأسية قوي. القفز هي خاصية بدنية، ماهيش عندها علاقة بالقامة. نعم. هي عندها علاقة بالارتقاء وعندها علاقة بالجيناج، ماشي الساتور ابدومينال، وعندها علاقة بالعضلات الاكسبوزيفيتي، وخاصة التايمينغ اللي خلى كارفاخال يسجل. التايمينغ حالة تقنية شيخ. تايمينغ صحيح انه بدنيا والقفز لما تكون عندك ارتقاء جيد، ولكن لو تايمينغ لازم تقرا سي لا ليكتور دو جو، متى ارتقي. هنا دخلنا في التقني، حاله تقنيه بحته. تايمينغ لا يمكن ان نصنفه مع الحاله البدنيه، لانك الجيناج جو سوي تو افي داكور هي حاله بدنيه. ما قلتش تايمينغ حاله، قلت لك تكنيك. حضرت على بدنيا، قلت لك لا ديتونت القفز اللعب بالكره اولا من الساتور ابدومينال، الكوادريسبس، الكل الجسم يشارك، وما تكون تقنيه. التايمينغ سي تقنيه صح.
يجيك له تايمينغ ثاني، فهمت؟ كل شيء مرتبط بدنيا تقنيا وخاصه تكتيكيا. انت هضرت على قراءه اللاعب، لا ليكتور دو جو سي تاكتيك. عندك الشيخ شاهدنا رونالدو مثلا وتحس وكانه يتوقف في الهواء. احسن مثال هو رونالدو. نعم، تحس وكانه يتوقف في الهواء ينتظر الكره. صحيح. قله من اللاعبين نعم. الذين يملكون القفز المزدوج. القفز المزدوج. احسن مثال هو رونالدو. تشوف الجسم تاعو متكامل وعنده العضلات من كل نعم. مكان، وخاصه تقنيا. شفتوا التقنيات حتى في التكوين في اوروبا، اننا ندرسوا الكرات الراسيه ندرسوها على رونالدو، التايمينغ البدنيه وخاصه قراءه اللعب. نعم. تقدر تطلع قبل ما يجي الكره وانت تهبط دوك ما قريتش اللعب. اذا فيها تكتيك، فيها البدن. متى تقطع متى تذهب. نعم. نعم. لانك في سولوي كي فا او بروميير بوتو لي بروميير سيرفي. لما تكلمت على كارفاخال، نصائح المستوى العالي للاعبين قصار القامه هو قطع في القائم الاول محمد. يخرج القائم الاول حسام يبقى حسن الكرة. الذي احييه بالمناسبه، كان مدرب في نادي الزمالك، يعتبر من احسن هدافين افريقيا. كان معنا محمد مصطفى لاعب الاهلي سابقا، وكان معنا في الزمالك 165 سنتيمتر. لما نلعب كرة قدم تروح على اليمين أو على اليسار، محمد مصطفى كان مفروض عليه يقطع في القائم الأول. لماذا؟ لأن اللاعب قصير القامة هناك استرخاء، تقول أنه مستحيل يلعب بالراس، مستحيل يديها. مثل الناصيري لما كان اللاعب الحر تقول كارفاخال ما فيش مشكل، كارفاخال طلع يحطها فيه. لهذا هناك مدربين يلعبون على هذا الوتر، يفرضون على اللاعبين قصار القامة على التموقع الجيد، على قطع الكرة. نتكلم في كثير من المرات على الارتقاء والحالة البدنية والتايمينغ، ولكن التوقيت المناسب في قطع الكرة. هنا لما تكلم السيد اسماعيل جليد وقال لك اللاعبين لازم يكون عندك لو فلير، كيف يشمون رائحة الهدف. نعم. هذه تأتي مع لو سونس دو اكزاكتومون.